رجعنا لكاميرا بلاد الذهب تقريبا احنا من اسبوعين او 10 ايام. كان معانا هنا في نفس اللقاء حاجه اسمها قهوه عربي في هذا المكان، جلال فهمي ومحمد حسن ومحمود دقدور اللي هو منتدى الاثار. النهارده معانا قيمه وقامه ورمز نوبي جنوبي اسواني سكندري عملاق الاعلام. انا عن نفسي بشهد بيه استاذ محمد فوزي، بشوف في كل مكان. فطبعا عملت معاه اعداد وكلمته، الراجل رحب وعرفته وكذا. فهو النهارده معانا وهنلتقي بيه. واهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ جلال، شكرا على الكلام الحلو دوت. طبعا ده على راسي طبعا. ربنا يبارك في حضرتك. وبنشكر طبعا المكان القيمه اللي احنا موجودين فيه، المؤسسه المصريه للثقافه والتنميه تحت اداره المستشار محمد بدير، وطبعا استاذي اللي انا بحبه من قلبي استاذنا كلنا والله، الشاعر الكبير الاستاذ احمد أدري طبعا. فاهلا بيكم والله، اتشرفت بيكم. ربنا يبارك فيك، انت منورنا يا ريس. فطبعا في شغلنا او في شغل الاعلام او في شغل الحاجه اللي هي التقنيات الجميله، بنختار القامات اللي هي بتفيد المجتمع والناس، وتحديدا ان احنا في اسكندريه هنا شغلنا كله دولة الثقافات اللي هو قبلي وبحري. فسيادتك انت متشعب وبتنزل في كل مكان. فانا بسال حضرتك السيره الذاتيه لحضرتك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد فوزي، الشهير بكاسو. مواليد اسكندرية طبعا. والله مواليد اسكندرية. اسكندرية. بس طبعا احنا الأصل بتاعنا محدش يقدر ينكر. لازم بتجري له طبعا حتى لو أنت فين. طبعا. محافظة أسوان. أيوة. أصول محافظة أسوان، عبارة عن جد مدينة إدفو. اهلا بحضرتك. طب حضرتك يعني انا شايف انا اتكلم عن المجال اللي هي التغطيات الاعلاميه اللي هي بتجيلك بتنزل وبتشتغل. انا بيعجبني شغلك بصراحه وبستفاد منك للعلم حضرتك في وقفتك وكلامك مع الناس. كنت بسال حضرتك، طبعا احنا المجتمع، انا كنوبي حضرتك وانت كنوبي، لكن احنا كلنا مصريين. هنا المجتمعين دول مقربين لبعض كمحافظه اسوان وكلنا موجودين في اسكندريه. فكلمني كده في عجاله كده عنه. لا، هو ما فيش اختلاف بسيط جدا في اللهجه النوبيه فقط. لكن هتبص لللبس، هتبص للبيوت، هتبص للاكل، هتبص للطبيعه، هتلاقي واحد. بس اللهجه النوبيه طبعا حاجه عظيمه. ربنا يبارك في حضرتك. لا هي بجد يعني حاجه عظيمه من ايام حرب اكتوبر. طبعا احنا عارفين اللي هو الشفره النوبيه. ده يرحمه الاستاذ احمد ادريس. فكان حاجه، انا كنت وانا صغير بسمع والدي وعمي كانوا طبعا عايشين مع نوبيين، هم مش نوبيين بس كانوا بيسمعوا نوبي. فجيت ودني يعني النوبي ليه كده مذاق، عود ودف، الطار بتاع زمان الجلد كده. احنا دخلنا في الفن النوبي اللي هو السلم الخماسي بالظبط، مش كده برضه؟ فهو والكف الصعيدي قريبين من بعض، كله قريب من بعض. بس هو يعني هو ما في اختلاف في اللهجه بس. لكن هو كلهم يعتبر اللبس واحد. انا شايف كده. البيوت قريبه من بعض. لان انا طبعا سافرت اسوان من زمان، يعني انا كان قبل التكنولوجيا اللي بتحصل دلوقتي والعماير والكلام دوت والبيوت اللي هي. حضرتك بتسافر اسوان كتير؟ بسافر المفروض كل سنه كنت بسافر. كل سنه؟ يعني كل سنه. ايه اسكندريه وجوها وناسها؟ اسكندريه ماليه. بيرم التونسي، سيد درويش، حاجات كتير. معظم في مطربين كتير غنوا اسكندريه. مش من فراغ، منهم ان احنا بنحب محمد منير طبعا، فيروز طبعا. بس محمد منير يعني ده في كلام قال كلام عن اسكندريه كأني كلمه من عقل بيرم، يعني كأني غنوه من قلبي. يعني اسكندريه دي ما يعني صعب ان حد يوصفها. زي اسوان برضك، اسوان دي كده حاجات معينه. انا عشان كده قلت لك الالهام بيجي من البيئه من الجنوب للشمال اللي هو عروس البحر الابيض المتوسط. انا بعشقها برضه. اسكندريه دي برضه روحي. ما اقدرش اعيش في اسوان كتير وما اقدرش اسيب اسكندريه، يعني لازم هنا وهنا. تمام. بص حضرتك برضه من طبعا في منتدى اسمه منتدى اصاله للشعر والادب. لكن انت جيت كذا مره دعيناك وجيت غطيت الحفل. وهذا المنتدى عريق دمج الثقافه النوبيه مع برضه اسكندريه. فايه رايك في هذا المنتدى برضه ثقافيا اللي انت شفته اثناء دعوتك من منتدى اصاله في كذا جمعيه وكذا نادي؟ منتدى اصاله طبعا حاجه جميله جدا،
حاجه بتشرف الصراحه. ربنا يبارك فيك. وفي طبعا هو الله يرحمه الاستاذ احمد اسحاق، استاذ حسن سليمان الله يرحمه. ففي ناس بتكمل زي حضرتك وزي يعني فاهم انت، دي اهم حاجه ان انا اكمل. ايوه هو عم حسن كان الذكرى السنويه بتاعته كان امبارح بالظبط تحديدا. عم حسن الله يرحمه كان مع احترامي لحضرتك اتفضل. كنت لما اجي اصور صوره تكون حلوه كان يكتب لي عليها كلام. يا سلام. يكتب لي عليها شعر. يعني كتب لي كذا حاجه، الحاجات دي انا محتفظ بيها جدا. عم حسن بايده بيكتب لي كده كلام على الصوره، شعر على الصوره بتتكلم. يعني الصوره ساعات بتدي رساله. اكيد هو شاعر يعني الله يرحمه كان بيشوف الصوره هو بطريقته نظرته يكتب عليها كلام، كان بتعجبني قوي دي منه الله يرحمه. هو ابتدى اصلا ما فيش كلام عليه. ربنا عايزين احسن من كده كمان، احنا بنتعلم من حضراتكم برضه. ربنا يبارك في حضرتك. هو سؤال شامل لينا كلنا لحضرتك وليا والاستاذ احمد. كلنا بنعمل في هذا العمل التطوعي الاجتماعي جوه اسكندريه ثقافيا واجتماعيا واعلاميا. حال بيوتنا ايه؟ يعني حال بيتك وبيتي انا وبيت الاستاذ احمد اللي بنسيبه وبننزل احنا. يعني احنا انت بتنزل على مثلا على شغل وانا بننزل على شغل، الاستاذ احمد بينزل على شغل، فاحنا سايبين اولادنا. طبعا عشان نسيب اولادنا دي ليها ثمن. طبعا كلمنا على الجزء ده، الحاجه اللي تخص حضرتك يعني. انا من رايي البيت هو اساس اي حاجه. البيت اساس اي حاجه نفسيا وكل حاجه. انت عبال ما بتوصل لمكان شغلك ممكن يبقى البيت هو السبب الرئيسي ان يوصلك لكل ده نفسيا ومعنويا وكل حاجه. يعني اذا حضرتك البيت بيديلك طاقه ايجابيه طبعا، بحيث ان انت تنزل وانت ونازل وانت وراجع كمان. تخيل لو في البيت طاقه سلبيه هل انت حضرتك هتعمل شغلك بالظبط؟ لا طبعا. هتلاقي في حته برضك يعني ممكن على الاقل يعني جواك كده مش مظبوط. مش مظبوط. يعني فاهم قصدي؟ لكن لما تبقى مثلا البيت فيه كل حاجه مظبوطه هتلاقي نفسك كده حتى في ابتسامه حلوه، في هدوء، تعرف تطلع اللي جواك من غير ما تحضر له. تطلع كلام اللي جواك، فدي حاجه مهمه جدا. دي في كله حتى في الدراسه. يعني حتى الاطفال عندنا في البيت مثلا لو البيت الدنيا حلوه فيه هيطلع، يعني البيئه اللي فيه هيطلع كويس. يطلع حلو، يعرف يذاكر، يعرف ينام كويس. كل ده بيأثر طبعا. انا بقول يا استاذ محمد رساله للناس كلها عامه. يعني الناس اللي بتشتغل كده بره ده يعني الناس بتتعب. ففي بعض الناس، انا الكلام ده جالي دلوقتي السؤال ده حالا يعني، ففي ناس مش بتقدر عموما، يعني بتكلم عامه، في ناس مش بتقدر الحته دي خالص. صح كده؟ فالرساله اللي نقول لهم ايه؟ انا عن نفسي ما ببصش للسلبيات. ما ببصش للسلبيات. انا هبص للسلبيات. انا في طريقه ابص قدامي كده. شوف الاستاذ احمد قدري بيعمل كذا او بيجتهد، لازم ابص له هو. استاذ جلال من هنا لهنا بس مباشر ومنتدى اصاله بتاع. بص للناس دي اشمعنى هم يعني بيتعبوا كده، ما انا اتعب زيهم على الاقل ابقى معاهم مره، اصور مره، اكون مثلا فاضي في اي حاجه زي بتاعت احتفاليه الفنان سيد درويش. انا كان المفروض انا زعلت جدا بس انا ما كنتش فاضي ان انا ابقى متواجد. وانت قلتها بالاعلان والله كلمتني في الموضوع، بس انا كنت حابب ان انا ابقى موجود في المكان مع الناس دي. فانا ببص للحاجه الكويسه، ما ببصش للسلبيات. الناس اللي ما بتقدرش دي ما بتقدرش براحتها. انا ببص ليه للسلبيات؟ انا ببص للحاجه الكويسه. طب حضرتك يا بردوس يعني إذا أستاذ جلال سؤال من ورا الكاميرا ممكن نسأل شوية قواعد كده. ماشي. يعني هو حضرتك يا أستاذ محمد يعني مش كل حاجة فيها فلوس المقصود يعني. طبعا. ممكن تروح لحاجة أنت بتحبها وتعملها بدون مقابل. بالظبط. بس ده سؤال. هو طبعا دي حاجة، دي طبيعة. بس حضرتك مثلا لما تبقى مرتبط بأوردرات معينة أو شغل ما ينفعش أوصل. أولويات للشغل. مش للشغل. الأولويات للشغل. طبعا. لا مش حكاية للشغل اللي أنا ما ينفعش أكسر حد اتفقت معاه زي وعد. صحيح الأولويات. بالظبط. لكن لو مثلا أنا عرفت مثلا إن في يوم كذا عندي كذا ما أخدش بقى الشغل ده. يعني أنا خلاص أنا ركزت إن يوم جمعة يوم كذا عندي كذا. أنا ده في كذا. ما أخدش بقى الشغل ده. يبقى أنا حابب إن أنا أروح لده. يبقى الموضوع مش مادي.
الموضوع ان انا حابب اروح المكان ده، خلاص هركب ده على جنب. الكيو مع حضرتك استاذ طبعا استاذ، احنا هو يعتبر ده مش اخر سؤال يعني. بيحضرني حرب اكتوبر شهر 10، بيحضرني طبعا عم حسن وعم احمد. انا مش عايز اعطيها كده لان عم حسن وعم احمد كان معاهم وائل شكل شعراء منتدى اصاله، ودول طبعا توفوا، ونترحم عليهم ونترحم على ابطال اكتوبر، الابطال فعلا اللي هم يعتبر معركه الكرامه يعني حرب اكتوبر. وندخل في النوبه طبعا عمنا احمد الزيز صاحب الشفره النوبيه، والمشير طنطاوي طبعا القائد الاعلى للقوات المسلحه، ودول كانوا من غير العنصريه ده كانوا نوبيين يعني. فاحنا برضو نرجع لحرب اكتوبر ومصر واحنا كلنا مصريين. ربنا يحفظ هذا البلد. انا قبل ما انتهي مع حضرتك ما قلتلكش حاجه نسيتها ولا؟ لا، قلت كل حاجه. هو لازم يبقى فيه كده يعني الموضوع يبقى سهل وسلس، وما نطولش على المشاهدين. ايوه، ما نطولش على الاستاذ احمد فضل، هو بيتعب اكتر مننا. اكيد طبعا. هو الاستاذ احمد بيتعب اكتر مننا، انت عارف يعني انا برضك مع يعني ودي مع حضرتك وعيني مع الاستاذ احمد. مع الاستاذ احمد يعني فاهم قصدي؟ ما شاء الله عليك يا استاذ محمد. شكرا جدا والله. انا بشكر في نهايه الحديث الاستاذ محمد فوزي الشهيد بكاس الاعلامي اللي هو المتمكن ما شاء الله. انا الراجل اللي بيعجبني، وكل لازم اذكر قبل ما انتهي طبعا معانا صبر عابدين عملاق النوبه في التغطيات الاعلاميه، معانا ناصر عقيل، معانا احمد كان، وده ان شاء الله هنسجل معاه الحلقه الجايه ان شاء الله لو هو بس يظبط نفسه. وقال لي ان انا عزمته ودعيته يا استاذ احمد. ففي شباب كتير للنوبه في اسكندريه او اسوان او القاهره ما شاء الله عليهم بيغطوا في كل مكان، احنا كلنا بنكمل بعض. استاذ محمد هو 3 كلمات تقريبا، كلمه للشباب في عالم التصوير كيف يصور ويظبط نفسه كده. الكلمه الثانيه للشباب مصر عامه، وكلمه لمصر ام الدنيا. اول حاجه كلمه للشباب في موضوع التصوير الفوتوغرافي اختلف خالص، بس اهم حاجه في الموضوع ان انت حضرتك تبقى عندك هوايه، عندك يعني احنا لما بدانا ناخد كورسات تصوير قال لك لازم يبقى عندك تغذيه بصريه. تغذيه بصريه تتفرج على مصورين عالميين كتير، ولو مش عالميين يبقوا مصريين او عرب، فلازم ان انت تتفرج يبقى عينك فيها تغذيه بصريه، ويبقى عندك حته الحس اللي هو التصوير. دي اهم حاجه، اهم من الكاميرا نفسها. انا ممكن بالموبايل اصور صور حلوه جدا. في دلوقتي كورسات بتبقى بالموبايل. افرض انت ما عندكش امكانيات ان انت تصور تجيب كاميرا، تشتري كاميرا. فالموضوع هو لازم يبقى برضك حس فني كده، ويبقى عنده هوايه ويغذي تغذيه بصريه، فاهم قصدي؟ بس ودي هتطلع من واحده التكنولوجيا الحديثه اللي في الموبايلات بتبقى الريزولوشن بتاعها اعلى من الكاميرا. فاهم قصدي؟ تمام. لكن عموما بقى كلمه الشباب لمصر يعني بلدنا محتاجه كتير. مش عايزين ننام. احنا مش عايزين ننام. احنا حاسس ان في شباب كتير نايمه. ايام الثوره كان الشباب كله مع بعض، كله بيتحرك وكله بيعمل، كله في الشارع وكله بيتحرك، كله في ايد واحده. احنا عايزين كده لان بلدنا محتاجه كتير، وهتفضل محتاجه. ان احنا يعتبر مصر مش بلد صغيره. ايوه، مصر كبيره جدا، كبيره كمساحه وكبيره كقيمه وحاجات كتير. وطبعا كلمه لمصر كفايه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. يعني دي كفايه الكلمه دي بس اللي هي مذكوره في القران، عشان نقدر نتكلم عن مصر غير اللي هي مذكوره في القران. شكرا، واشكر الاستاذ احمد اللي تعبناك معانا، واشكر المؤسسه المصريه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.